السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. النهارده بمشيئة الله أول خطوة من خطوات بناء الدايناميك موديل وهي البروبرتيز ديستريبيوشن. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. انا كده فتحت الموديل بتاعنا اللي هو الارب موديل، واللي هنعمله دلوقتي اللي احنا ان شاء الله هنوزع بقى البرميابيليتي في اتجاه الواي والبرميابيليتي في اتجاه زد، برم واي وبرم زد. طيب كنا اتكلمنا في كورس البتريل عن موضوع البرم اكس والبرم واي والبرم زد، اللي هو اختصارا كده ان من خلال الكور اناليسيس بيتم ايجاد البرم في اتجاه الاكس واتجاه الواي واتجاه الزد، وبنجيب بقى الانيزوتروبي ريشيو بتاعت كل واحدة فيهم، وهي عبارة عن اللي احنا بنقسم البرم واي على البرم اكس ونجيب القيمة بتاعته. فمثلا كانت 9/10، فعلشان نقدر نوزع البرم واي ندخلها في الكالكوليتر كايكويشن، نقول له ان البرم واي بتساوي 9/10 في البرم اكس. فهو بيخش بقى كده في الموديل كله، في كل السيلز، بيشوف كل قيمة برم اكس فيها ويضربها في 9/10 ويعني يخليها للبرم واي، يعني بيوزع البرم واي بناء على كده، وكذلك قيمة البرم زد. طيب قلنا لو احنا دخلنا بقى على موديل مفيش فيه داتا بتاعت كور، مفيش فيه موضوع الانيزوتروبي ريشيو دوت انا مش عارفه، فغالبا هنخلي ان البرم واي هتساوي البرم اكس والبرم زد كانيزوتروبي ريشيو قليل فيها، زي ما عملنا في البتريل كده 1/10 في البرم اكس. فده اللي احنا هنعمله بمشيئة الله. هنخش كده على الجريد بتاعتنا اللي هي الارب موديل، هنجيب البروبرتيز، ودي البروبرتيز اللي موجودة اللي نفسها اللي كانت موجودة في البتريل. احنا عندنا بروستي وبرم اكس والنت جروس. فهو في البرم اكس ديت تم توزيعها في الموديل ده في اثناء يعني بناء الاستاتيك موديل، ان هو عمل ايكويشن ما بين البرم اكس وما بين البروستي من خلال برضو العينات اللي اتاخدت من الكور، الداتا اللي اتاخدت من الكور، ان هو عنده قيم للبرميابيلتي والبروستي، فبالتالي عمل ايكويشن فيها ووزع البرم اكس بناء على البروستي اللي متوزعه دي. اللي هنعمله دلوقتي اللي احنا ان شاء الله هنوزع بقى برم واي وبرم زد. طيب نجيب الكالكوليتور ازاي؟ احنا في نقطة بس هنقولها في الأول، إن في التي نافيجيتور لما بتيجي بتكريت أي بروبرتي عشان تقدر توزعها، فأنت بتكريتها الأول وبعد كده بتوزعها. بمعنى إيه؟ يعني البرم واي علشان نكريتها هنقف كده على البروبرتيز هنا وندوس كليك يمين ونقول له كريت. نكتب هنا إن دي عبارة عن البرم واي. فهو في الاول بيقول لي كونتينيوس ولا ديسكريت. البروبرتي نفسها اللي احنا هنعملها الكونتينيوس ديت، يعني ان هي البروبرتي نفسها بتتغير بشكل تدريجي، سواء من خلال اللوكيشن بتاعها او من خلال التايم. انما الديسكريت هو بشكل غير تدريجي، يعني زي موضوع كده الريجنز اللي احنا عملناها قبل كده في البتريل. لو حتى بقى معايا الكورس دوت، ان الريجن مثلا لما بنيجي نقسم الموديل لاكتر من اكتر من منطقه ولا ايه، او اكتر من ريجن، فبنخلي قيمه بتاخد 1 وقيمه تاخد 2 وقيمه تاخد 3، فبالتالي التغير ما بيبقاش تدريجي زي موضوع البرميابيلتي، ان هو من السيل للسيل التغير بيحصل بشكل مش متقطع، مش ديسكريت، بيحصل كونتينيوس. فهنوزع كده او هنكريت الاول البرم واي وندوس اوكي. فتم كريتة البرم واي هنا، ولكن جري كده بلا اي قيمة موجودة عندي. طيب عشان بقى نوزعها او ندخلها في الكالكوليتر، هقف على البرم واي نفسها وادوس كليك يمين واقول له شو كالكوليشنز، او اقف على البرم واي نفسها ومن خلال البوتن دوت اقول له شو كالكوليشن، هي فبيطلع لي مجموعة متكاملة من الكالكوليشنز، من ضمنها الكالكوليتر اللي انا بجيبها، وفي خواص تانية هنستخدم بعض منها في الكورس ده. وبمشيئة الله لو ربنا أراد وعملت كورس أدفانسد بعد دوت، هنستخدم أجزاء تانية من الكالكوليشنز ديت. فهاجي في الكالكوليتر هنا وهختار أريثماتيك، وهنتكلم عن موضوع البلوك والسلندر لما نيجي نعمل الريجنز بمشيئة الله. فهاجي في الأريثماتيك هنا وهدخل الايكويشن على طول. بمعنى ايه؟ احنا
لما وقفت على البيرم واي ودوست شو كالكوليشنز، فهو حط في حساباته اللي انا هعمل الشغل بتاعي او الايكويشنز اللي هنا على البيرم واي ديت على طول. فدي كأنه بيقول لي ان البيرم واي هتساوي اللي انت هتكتبه هنا. هاجي هنا بقى عشان اجيب البروبرتيز التانية، 3 دي جريد، الارب موديل، البروبرتيز بتاعتي اللي من ضمنها البيرم اكس. فجاست اللي انا هدبل كليك على البيرم اكس دي، فخلاص هي اوريدي اتنقلت هنا. فمجرد ما هدوس ابلاي هو هيفهم كده ان انا عاوز اخلي ان البيرم واي هتساوي البيرم اكس، ودي الايكويشن اللي احنا كنا عاوزين نعملها واللي احنا قلنا عليها. ودوس كلوز. فهو هنا اوريدي عمل موضوع التوزيع بتاعه البيرم واي. وعشان نقارنها بقى بالبيرم اكس خلونا نفتح 3 دي ويندو تانية. في ال 3 ديت هنفتح البيرم واي اللي احنا عملناها، ونظبط موضوع السكيل بتاعها مثلا نخليه 12 ولا حاجة. هدوس بقى كليكتين، كليك يمين مع كليك شمال علشان اعرض الجريد بتاعتي. هدوس كليك يمين وبحرك الجريد بتاعتي كده، وعشان اظهر التو ويندوز مع بعض هاخد كده اسحب الويندو دي واحطها هنا واداس كليك شمال. وعاوز اعمل بقى يعني اللي انا اخلي الاتنين لينك مع بعض تو ويندو، فبفتح الويندو الاساسيه اللي هي اللي انا عارض عليها البيرم واي ديت، واقف هنا في السيتنج جنرال واختار سينكرونايز كاميرا. طب سينكرونايز بمين يا عم؟ بدي. فاوريدي بقوم الاتنين هياخدوا نفس الشكل. خلينا نجرب كده اللي احنا سوري، انا هعرض على دي بيرم واي وهعرض على دي بيرم اكس عشان اقارن ما بينهم. فخلونا كده نقف على ديت، هنيجي على الجريد نفسها الارب موديل، وخلينا نشوف باليت، خلينا نعرف برضو الجرين لاينز بتاعتها. هقف هنا الارب موديل، هعرف برضو الجرين لاينز شو باليت بتاعتها. فلو جينا على سيل زي السيل اللي هي دي مثلا وقفنا عليها، هو في التي نافيجيتور ما بيحتاجش اللي انت تكليك على السيل علشان تظهر القيمه مثلا بتاعتها، انت جاست الماوس بيتحرك فالقيمه بتظهر عندك هنا بتاعتها. فالسيل ديت 10.57 ملي درسي. لو وقفنا على دي هنلاقيها هنا القيمه بتاعتها برضو 10.57 ملي درسي. فهنلاحظ ان قيم السيلز كلها وفقا للايكويشنز اللي احنا دخلناها متساويه، ولكن موضوع الباليت او الليجند اللي موجود هنا مختلف ما بينهم. ان البيرم اكس اللي اوريدي متوزعه في الموديل واخده باليت لوجاريتميك سكيل، ولكن ديت واخده السكيل العادي. فعلشان البرمابيلتي نخليها نفس اللوجاريتميك سكيل عشان تبقى نفس الشكل يعني، فقدامي حاجه من اتنين: اما اللي انا اعدل، انا كده هتكلم بقى على دي، خليها بس هنا عشان تبقى كبيره كده، عشان اعدل بقى السكيل بتاع الباليت بتاع البيرم واي. فقدامي حاجه من اتنين: اما اللي انا اجي على الباليت هنا نفسه وادوس كليك يمين واقول له create custom palette fast، واجي هنا custom palette settings اللي انا هغير بقى في السيتنج بتاعته، واقول له هنا logarithmic palette. فجاست اللي انا خليت الباليت بتاعي logarithmic، فهو عمل السكيل بتاعه نفس السكيل بتاع البيرم اكس، مفيش اي اختلاف فيهم. طيب الطريقه التانية ايه؟ الطريقه التانية خلينا نعمل الطريقه التانية بيرم زد. احنا دلوقتي هنكريت بقى البيرم زد. هنيجي برضو في البروبرتيز هنا وادوس كليك يمين واقول له كرييت، واقول له انا عاوز اوزع البيرم زد او اكريتها الاول، واقول له اوكي. فاعملها برضو بلا قيمه في الاول، هقف عليها كليك يمين شو كالكوليشنز، واجي هنا في الاريثماتيك. هو هنا لما بفتح الكالكوليتر بيخليها على اخر ايكويشن انا اوريدي دخلتها في المعادله اللي فاتت او في البروبرتي اللي قبليها اللي انا عملتها، فكانت موجود هنا البيرم اكس. فانا عاوز اخلي
البرم زد هتساوي البرم اكس في 1/10. فجاست اللي انا هقف كده هنا واقول له فيه 0.1 واقول له ابلاي. فاللي حصل ان هو وزع البرم زد. خلونا برضو نجيب دي كده كده هنا، نعمل زومينج. فديت البرم اكس كانت 10.57 وديت هنلاقيها هنا 1.2. فهي اوريدي بتحقق الايكويشن اللي انا دخلتها. طيب نعمل بقى نظبط الباليت بتاعتها ازاي؟ زي ما احنا ظبطنا الباليت بتاعت البرم واي اللي احنا عملناها من خلال الباليت نفسها هنا، ولكن احنا قلنا الطريقة التانية بقى في البرم زد اللي احنا هنقف على البروبرتي نفسها وهدوس كليك يمين وافتح الاوبجكت سيتنجز بتاعتها واقول له هنا عرفها لي بقى زي موضوع التمبلت اللي احنا كنا بنعمله في البتريل ساعات، بس دي كنا بنعملها ساعات لما في الكالكوليتر نفسها لما بندخل البروبرتي. ولكن هنا دوست كليك يمين وحاجة على التمبلت جروب اقول له ان ده انجينيرنج. طب التمبلت تايب بتاعها ايه؟ انا عايز permeability، ادوس على حرف البي وجاب لي permeability هنا واقول له ابلاي. اوكي. فاوريدي عدل الباليت بتاعتها لان هو التي نافيجيتور داخل فيه ان الباليت بتاعت البرميابيليتي لوجاريتميك سكيل. فبالتالي لو انا عرفت البروبرتي نفسها ان التمبلت بتاعتها بتاعت البرميابيليتي فهو بيظبط الباليت على طول كلوجاريتميك سكيل عندي. طيب كانت ممكن طريقه تانية اللي انا اعمل البرم واي ادم هي مساويه للبرم اكس. كنت ممكن اللي انا اجيب البرم اكس كده وادوس كنترول سي وادوس كنترول في فاتكبرت كده هنا. لو وقفت عليها هلاقيها بقى اوريدي خلاص هي اتكبرت بنفس التمبلت بتاعت البرم اكس. هقعد بس عليها كليك يمين كده واما اعدل الاسم بتاعها من هنا الاوبجكت نيم، او لو هعدل الاسم بس دبل كليك كده عليه واقول له مثلا دي البرم واي لو انا كنت عملتها بالطريقه دي سي البرم واي 2. بس احنا هنيجي في البرم واي 2 وهقول له ديليت عشان ما نلخفنش نفسينا على اساس اللي انا موزع البرم واي هنا. بس قلنا بس عشان نشوف طريقه اللي انت ممكن تعمل كوبي بيست على طول لاي بروبرتي موجوده عندك. طيب خلونا نتكلم على النت جروس والاكت نم زي ما اتكلمنا عليهم في كورس البتريل، ان انا كنت تطرقت ليهم عشان نعرف الفرق ما بينهم. ان لو في سيلز واخده النت جروس بزيرو فهي اوريدي السيلز دي هتدخل في رنة السيميوليشن وهتبقى موجوده كاكتيف سيلز، ولكنها مش هتكونتريبيوت كبرودكشن او كفوليوم موجود عندي. ولكن الاكت نم بزيرو هو السيل نفسها بتبقى نون اكتيف سيل، فبتبقى السيل مش موجوده في رنة السيميوليشن اصلا. فخلينا نعمل برضو نفس اللي احنا عملناه في كورس البتريل، موضوع النت جروس اللي انا هعمل نت جروس هتساوي زيرو للبروستي اللي اقل من 5%، وهنعمل الاكت نم برضو زيرو للبروستي اللي اقل من 5%. في نت جروس هنا اوريدي خلاص متوزعه، بس انا هعمل النت جروس 2 او هعملها التانية. هقف على البروبرتيز هنا هدوس كليك يمين واقول له كرييت واقول له كونتينيوس وهاجي بقى في دي. سوري انا ما سميتهاش، هنسميها بالمره هنا نت جروس 2 اقول له ابلاي. اوكي. وهاجي بقى في النت جروس 2 شوف الشو كالكوليشنز. انا عاوز اخليها بايه؟ انا عاوز اخليها 1 للموديل كله و 0 للبروستي اللي اقل من 5%. فهنعملها بطريقتين، طريقه الفلتر للبروبرتيز التانية وطريقه الايكويشنز العاديه اللي هو اف وكده. خلونا نبتدي الاول بايكويشنز اف اللي انا هدخل النت جروس واقول له لو انا كتبت كده 1 وادوس ابلاي فهي خدت قيمه 1 للموديل كله. طب انا عاوز اخليها بقى للبروستي اللي اقل من 5% اعملها ب1. فهنعملها بنفس الايكويشن اف اللي كانت موجوده في بتريل، ان انا هاجي هنا في الشو كالكوليشنز واخلي النت جروس 2 ديت واجيب هنا في الاوبريتورز واقول له اف زد. اقول له بقى هنا اف مين يا عم؟ اف البروستي بتاعتي. دبل كليك
الاوبريتورز هنا اخليها اقل من واكتب يساوي 0.05. لو اقل من 5% خليها بزيرو. طب LCF لو انت عاوز تدخل شرط تاني يعني، بس انا اوريدي عايز ادخل بس اخليها الموضوع البروست يعني. طيب غير كده خليها بواحد، او خليها بالنوت جروس اللي هي اند اف، واقول له ابلاي ودوس كلوز. فاللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا، خلونا بس نشيل الجريد لاينز دي عشان تبقى باينه عندي. فاللي حصل هنا ان هو خد السيلز اللي فيها البروستي اقل من 5%، خلى النت جروس بزيرو وبقيه الموديل بواحد. طيب تعالوا نعملها بقى بطريقه تانية. ان مثلا لو البروبرتيز هنا واقول له كرييت، هنخلي النت جروس 3 هي نفسها النت جروس 2 يعني، بس هنعملها بطريقة تانية في الكالكوليتر. وهقول له اوكي. هاجي في النت جروس 3 هدوس كليك يمين واقول له شو كالكوليشنز. بدل بقى موضوع اف وزن والس والكلام دوت، انا دلت كده. ده لو عايز حضرتك تستدعي اي حاجة في الهيستوري اللي انت عامله برضو في الكالكوليتر، يعني مثلا انا عاوز اخد الايكويشن دي فرضا يعني مثلا، فجاست اللي انا هدبل كليك عليها في الهيستوري اللي موجود هنا، اشيلها دلوقتي. عاوز اعمل بقى النت جروس 3 بطريقه تانية، هدخلها الاول ان هي بتساوي واحد، ده للموديل كله، اقول له ابلاي. وهاجي هنا هشيل كده دي، اقول له انا عاوز اخليها لزيرو. يقول لي عاوز تخليها زيرو مين؟ اقول له تعالى نعمل فلتر بقى للبروستي. هعمل فلتر هنا. طب هتعمل فلتر لمين؟ لاي بروبرتي موجوده عندك. انا عاوز اعمل فلتر للبروستي، واخليها بقى البروستي اللي اقل من او يساوي 0.05، طبق عليه الايكويشن يعني اللي انت واجدها هنا يعني. هقول له ابلاي، فاداني نفس القيم اللي هو بتاعت النت جروس 3. يبقى انا كده اوريدي عملت موضوع النت جروس زي ما كنا عاملينه في البتريل. طيب موضوع بقى الاكتنم، هاجي في البروبرتيز هنا وادوس كليك يمين واقول له كرييت، واقول له انا عاوز اعمل اكتنم، واخليها بقى الاكتنم ديسكريت. نفس الكلام برضو، ادوس كليك يمين واقول له شو كالكوليشنز، هلغي موضوع الفلتر، خليها بواحد لكله، وخليها بزيرو للبروستي اللي اقل من او يساوي 5%. فهتديني نفس الشكل اللي هو بتاع النت جروس، ولكن زي ما قلنا ان الفرق ان السيلز اللي هي واخده قيم زيرو في الاكتنم لما تيجي تدخل على رنة السيميوليشن هتبقى نون اكتف سيلز، ولكن النت جروس 3 اوريدي السيلز هتبقى موجوده، ولكنها مش هتكونتريبيوت كفوليوم موجود عندي، فبالتالي مش هتحسب لها الاويل امبليس. طيب كده احنا هنشيل بس النت جروس 3 من هنا كده، كليك يمين وديليت عشان ما نعملش زحمه كده عندنا، والاساس اللي احنا كنا عاملينها عشان نشوف بس ازاي نقدر نستخدم خاصيه الفلتر في الكالكوليتر. كده نكون النهارده بفضل الله عرفنا ازاي نستخدم الكالكوليتر في الموديل ديزاينر ونوزع بيها البروبرتيز المختلفه، وخدنا مثال على كده البيرم واي والبيرم زد والنت جروس والاكتنم. اشوف حضراتكم على خير بمشيئه الله في الخطوه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.